بقينا بنتعامل مع ده على إنه عادي ونسكرول لقمة العيش دلوقتي والّا شوية الطحين بقى بيدفع لها أغلى حساب، واللي هو روح طفل في فيديو ما في زمنٍ ما باروح أدوّر عليه عندي في الaccount اتكلمنا عن هرمون معين وهو الإندورفين اللي بوظيفته بيقدر يسكن الألم في الأول وبعد كده بيبدأ تأثيره يروح بحيث إنك تقدر تحس بالجرح ده وتبدأ تعالجه، بس بصراحة مش ده المثال الأدق في الفيديو اللي إحنا عايزين نتكلم عنه النهارده. هنتكلم النهارده عن إزاي المخ بيقدر يتعود على الألم، مش إزاي بيسكن الألم وليه، بس أتمنى إنك تسمع الفيديو للآخر. خلينا نبدأ بالموضوع جسمانيًا الأول، لو مثلًا بتعاني من صداع مزمن أو وجع في ضهرك يعني أيًا كان الألم اللي في جسمك، ممكن في الأول يبقى بالنسبة لك ده شيء مؤلم جدًا، بعد فترة وقد تكون صغيرة جدًا تبدأ إنك ما تحسش بالألم ده أو إن الألم يبدأ يقل يعني. طب أنت هتستنصح دلوقتي وتقول لي ما يمكن ده تأثير الأدوية مثلًا، أقول لك لأ، إحنا في حالتنا دي هنستثنى الأدوية خالص من الموضوع بتاعنا ونتكلم على إنك راجل ما بتروحش لدكاترة. طب إزاي ده بيحصل؟ هاقول لك، بس بعد ما أقول لك إن ده ممكن يحصل كمان على المستوى النفسي واللي هو أصعب وممكن يكون أخطر، لأن مثلًا لو مريت بصدمة فقدت حد عزيز عليك مثلًا أو أي شوك أثّرت عليك بشكل جامد يعني، أنت فعلًا مع الوقت ممكن ما تحسش بالفقدان ده، والخطر مش هنا، الخطر إنك ممكن ما تحسش بأي حاجة حرفيًا بعد كده، حتى لو كانت صدمة أشد من الصدمة اللي قبلها، ممكن ما تحسش بيها، حتى لو في حاجات كويسة برضه ممكن ما تحسش بيها، طبعًا الكلام ده لفترات معينة، يعني مش دايم. طب إزاي بقى كل ده بيحصل وليه أصلًا بيحصل؟ في المثال الأول جسمانيًا زي ضهرك مثلًا، مخك مع الوقت بيبدأ يشوف إن الألم اللي أنت فيه دلوقتي ده شكل طبيعي، وإن في حاجات تانية أهم لازم نركز عليها، فبيقول معلش إحنا الفترة دي بس هنبدأ نتعود على الألم ده فترة معينة يعني، وبعدين نبقى نرجع له تاني، مش هنفضل ندي بقى اليوم كله في الكلام الفارغ. أما بقى لو جيت على المثال التاني فده مَر بصدمة، صدمة ممكن حرفيًا تموّته، فالمخ يقرر ياخد قرار من نفسه إن هو يفصل تمامًا عن أي حاجة حواليه، وما يقدرش يدرك هو في أنهي موقف والّا إيه حتى اللي بيحصل له والّا بيمُر بإيه دلوقتي والّا إيه اللي هيمُر عليه بعد كده سواء حلو أو وِحِش، عشان بس يقدر ينقذه من الصدمة الأولانية اللي هو دخل فيها. فالفترة اللي هو عايشها من غير ما يحس بأي حاجة بيكون حرفيًا عايش في اللامبالاة، مش فاهم اللي بيحصل حواليه ومش دريان أصلًا. بس في حاجة أهم من ده كله، كارثة إنه مش بس بيحصل على المستوى الجسماني أو على المستوى النفسي، بيحصل كمان مع الضمير. اعتدنا المشهد وتعودنا نشوف كل يوم نفس المشاهد، ونفس المشاهد هي بتتكرر مع اختلاف الأعداد واختلاف الأشخاص، وبقينا بنتعامل مع ده على إنه عادي ونسكرول كأنه ترند شفناه اتكلمنا عنه شوية وراح خلاص، والأغلب بقى مقصر في أقل حق من حقوق الناس دي اللي هو على الأقل إننا ننشر ونتكلم عنهم. حتى أنا بالوم نفسي على إني كنت بنشر في الأول ودلوقتي بقيت يعتبر مبطل خالص. لقمة العيش دلوقتي ولا شوية الطحين بقى بيدفع لها أغلى حساب، واللي هو روح طفل، ودلوقتي هم في أمس الحاجة بإننا نتكلم عنهم وندعي لهم، مش عايزين ننسى ولا نتعود. سلام.